حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وزي الفل. معانا النهارده حاجه كده جديده تحفه. بدل بقى ما نجيبها من بره وهي حاجات مقاطعه زي ما احنا عارفين، نبقى نعملها في البيت احسن. هنا معايا الصوص، حطيت عسل ابيض، لو مش عندك عادي مفيش مشكله. وهنا حطيت الكاتشب، وحطيت الباربيكيو. طبعا الباربيكيو ده بصراحه بالنسبه لي حاجه اساسيه في الريزو، بس انتي لو مش حابه تحطيه عادي جدا مفيش اي مشكله. هنا حطيت كاري وصوص الصويا، وحطيت فلفل اسود وملح، وقلبت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تزودي الباربيكيو، ممكن ما تحطيش باربيكيو، ممكن ما تحطيش كاتشب. يا جماعه الباربيكيو ده اصلا اهم حاجه في الرز الريزو، معروفه. هنا بقى البانيه، خلطه البانيه. انا بقى مش هعمل اي خلطه من اللي احنا عارفينها دي، لا هي الخلطه اللي انا لسه عاملاها هحطها عليه. وطبعا حطيت لبن، بس المفروض زبادي، بس انا ما لقيتش عندي زبادي دلوقتي فحطيت لبن. مفيش مشكله عادي برضو، اهو زي ما انتم شايفين. وقلبت كده كويس قوي. طبعا لازم تتحط في الفريزر، وتحطيها في الفريزر حتى لو شويه صغيرين تتمسك كده شويه التتبيله. وهنا حطيت نشا ودقيق مع بعض عشان تبقى طعمها مقرمش كده ولذوذ زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انت ممكن تحطي توابل في الدقيق والنشا، بس انا بصراحه ما حبيتش، يعني استلطفت كده اكتر بكتير. وانتي بتتبلي كده، طبطبي بالشكل الخفيف ده، ونفضي البانيهايه من الدقيق والنشا اللي فيه، وبعدين حطيهم في الطبق زي ما انتم شايفين كده. واعملي اي كميه انتي عايزاها وحباها عادي مفيش اي مشكله. طبعا انتوا عارفين بقى انا بجيب غيبتي وبرجع باكلتي الخطيره. طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده، بس دي طريقه تانية خالص غير الاولانيه. هنا بقى على النار حطيت بصلايه وسمنه وزيت زي ما انتم شايفين اهو. سيبي الزيت يتشوح ولو شويه صغيرين قوي زي ما انتم شايفين اهو. وقطع بانيه دي اختياري عادي جدا، مش عايزه تحطيها براحتك، بس انا حبيت بصراحه اجرب احطها. طبعا كنت شايفه حد عملها قبل كده كده فحبيت اجربها معاكم اهو زي ما انتم شايفين. سبت البانيهايه الموجود يعني اللي انا مقطعاه ده يتشوح ولو شويه صغيرين خالص. حطيت التوابل بقى، كاري، باربيكيو، مرقه دجاج، بدل ملح حطيت 2 مرقه دجاج. حطيت توم باودر، بصل باودر، اللي انت حباه في التوابل حطيه، التوابل بتدي طعم حلو قوي. وهنا حطيت الصوص اللي احنا عملناه في الاول سوا مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. وحطيت فص توم صغير، ده اختياري برضو، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك، بس بيدي طعم حلو قوي للاكل عشان تبقوا عارفين يعني، جربوه. وهنا قلبته بس تقلبتين كده وسبته شويه صغيرين قوي يجي دقيقتين. وحطيت الرز المصري عليه وقلبته كده كام تقليبه زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين حطيت ميه سخنه تغطي الرز زي ما انتم شايفين كده. بعدين قلبته، وبعدين سبته بقى، غطيته وسبته خالص يستوي مع نفسه على نار هاديه، بس طمنت عليه كل شويه. وهنا بقى نقلي البانيه. البانيه بعد ما حطيته في الدقيق والنشا حطيته في الفريزر تاني عشان الدقيق يمسك فيه كويس قوي. وحطيه وقت ما تحطيه عادي جدا، ان شاء الله تحطيه يوم او يومين ما فيش مشكله، بس كل ما تسيبيه اكتر كل ما يفضل اكتر. هنا بقى الفاينل لوك زي ما بيقولوا كده. بجد يا جماعه طعمها كان تحفه تحفه تحفه. البانيه اللي اتقلى انا قطعته، بعد ما اتقلى انا قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفين اهو. وادي الرز، شايفين الحلاوه يا جماعه، طعمه كان تحفه بجد، لازم تجربوه لازم. وبرده في باربيكيو اهو على جنب، وطبعا حابه تحطي باربيكيو حطي، حابه تحطي كاتشب حطي، مش حابه تحطي خالص انتي حره. بس معروفه ان الرز الريزو لازم يا اما باربيكيو يا اما كاتشب، والاهم باربيكيو. سيبك من الكاتشب ده خالص، الكاتشب ده للبطاطس والعيال التوتو من الاخر يعني. دينا شايفين اهو احنا بنحط، شايفين الطعمه، شايفين بجد يا جماعه تحفه بجد. وهنا رصيت الفراخ عليه من فوق على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تكتري ممكن ما تكتريش،
وحطيت الباربيكيو وبعدين حطيت كاتشب معاه. طبعا عايزه تحطي كاتشب حطي، مش عايزه برضو ده اختياري، انتي حره. بس احنا بنحب الصوص الكتير فعشان كده كترنا بقى. وده في الاخر خالص. اتمنى يعجبكم، ما تنسونيش في كل جديد، وان شاء الله هجيلكوا بكره بحاجه جامده جدا. يلا باي باي.